استسلم بطبيعه الحال. انا اروي هذه القصه واضحك لان ايام جميله جدا صراحه، لانني كذلك في تكويني يعني كنت مولوع بالالكترونيات، ف انغمست في اصلاح هذه الكاميرا اذا كنت لا زلت اتذكر لمده اسبوع. بعد ان اصلحت هذه الكاميرا، هي كانت ويب كاميرا للاشاره، فلم تكن تنقل الصوت بشكل جيد، فاصبح التحدي الثاني هو صناعه ميكروفون. وكنت قد اخذت ميكروفون من هاتف، من ماذر بورد، من لوحه هاتف، وربطته ببعض من اللصاق والخيط لكي اصنع ميكروفون. كان التحدي الثالث وهو مكتب، لم يكن عندنا مكتب، فكان عندنا خزانه قديمه في المنزل. اخذت الباب الخاص بهذه الخزانه ووضعته بشكل افقي. تعرضت بعد ذلك للتنمر لانه الناس يعني كانوا يضحكون علي، وكما قلت انها لم تكن يعني بشكل سهل، انه من الاول تشرع في تصوير او تطرح فيديو في سنه 2009 لم يكن ذلك من السهل. هلوستي بهذا المجال جعلتني أن أفكر في مشاركة هذا الحب مع المتابعين في العالم العربي. للأسف أنه في سنة 2009 لم يكن هناك اهتمام كبير بمجال الأمن المعلوماتي ولا كذلك بالمجال التقني. حواسيب لم تكن يعني بدمقرطة كبيرة كما هو عليه الآن، بالإضافة كذلك انتشار الهواتف الذكية ودمقرطة الانترنت. هذا النجاح لم يكن سهل، هو ثمرة مجهود دام لمدة 13 سنة من البث المباشر بشكل تقريبا يومي. هل المجال فيه منافسين أو هل نجحت لأن المجال ليس فيه منافسين؟ أعتقد أن طريقة تقديمنا للمحتوى هي مغايرة عن الكثير من الناس. فأولا أنا أشرح مواضيع لا علاقة بالتقنية، عكس أن العديد من اليوتيوبرز هم يقومون بعمل مراجعات. نحاول كما قلت في الأول أننا نبسط هذه العلوم بحيث أنه نترك أن المتابع كيفما كان مستواه يمكن أن يشاهد الفيديو أو الموضوع ويستطيع أن يفهم. بالإضافة كذلك أنني أقوم ببث مباشر، وهذا البث المباشر أجيب فيه دائما على الأسئلة التي تطرح انطلاقا من الفيديوهات. عندما بدأت أتذكر الأسبوع الأول كان حاسوب وحيد أتوفر عليه، وكان هذا الحاسوب قد احترق، وأتيت عند أمي شاكيا وباكيا لأنه عالمي. قلت لها أمي لقد احترق حاسوبي وأنا الآن أشعر على أنني إنسان ضائع. وقلت لكم كما ذكرت أننا أسرة فقيرة. أتذكر أن أمي خاتم زواجها أعطته لي وقالت لي بيع هذا الخاتم لكي تشتري حاسوب جديد. الذي عشته مع أمي مهما قدمت لها حاليا أشعر على أنني لا يمكن أن أجازيها على هذا الموقف. وبطبيعة الحال يرجع كذلك الفضل إلى أبي الذي بطبيعة الحال علمني مجموعة من الأمور التي لها علاقة بالتقنية، كون أنه كان يشتغل أصلا في المجال العسكري وفي تخصص إلكترونيات، هو الذي حببني المجال الإلكتروني. صراحة الفرص في نظري لا توجد داخل المكتب، الفرص هي خارج المكتب، وبالتالي الشخص الذي يرغب في النجاح والتقدم في مسيرته يجب أن يبحث عن الفرص خارج مكتبه. أما المكوث طوال الوقت في المكتب والانتظار الفرص أن تأتي تدق بابه فهذا أمر خاطئ.